بنشوف صورة لمجموعة أشخاص والبطل بتاعنا واقف في نصهم، لكن هو واخد وضعية غريبة، رافع إيد لفوق والإيد التانية نازلة لتحت. وأنا متأكد إن أنت شفت الوضعية ديت قبل كده، وهعرفها لك في آخر الفيديو. اسند ظهرك وركز معايا علشان هنتكلم على واحد من أجمل التحف الفنية اللي أنت هتشوفها في حياتك كلها، وهنوضح مع بعض كل حاجة تبان غريبة ومعقدة في الفيلم دوت. بنبدأ مع عربية صغيرة ماشية في طريق جبلي محاط بالثلوج، وفي مزيكا مرعبة لصوت الحيتان شغالة في الخلفية، لحد ما بنوصل للفندق اوفرلوك اللي بيدخله جاك البطل بتاعنا. بيقابل جاك المدير، وبنعرف ان هو جاي مع اسرته علشان يستلم وظيفته الجديده، وهي ان هو ياخد باله من الفندق طول فتره الشتاء علشان ما يحصلش فيه اي خسائر، لان الفندق بيقفل في فصل الشتاء ومفيش حد بيكون موجود فيه. المدير بيقول له اطمن، المشكله اللي هتقابلك مش بسبب العمل الشاق، انما بسبب حاجه واحده، العزله اللي انت هتحس بيها. حط لي انت هنا بقى تحت كلمه العزله ديت 1000 خط. بطلنا بيرد عليه ده شيء كويس جدا بالنسبه لي علشان اعرف الف الكتاب بتاعي من غير ما اي حد يعمل لي اي ازعاج. فالمدير بيتردد وبيقول له هما ما قالوش ليك في المدينه ايه اللي حصل في الفندق سنه 1970؟ وبطلنا بيقول له لا. فالمدير بيقول له ان الراجل اللي كان بيتولى الوظيفه ديت قبلك حصل له انهيار عصبي وقتل مراته وبناته الاثنين، بعدها قتل نفسه. والغريب ان بطلنا بعد ما سمع الكلام دوت ما بانش عليه خالص اي علامه من علامات الصدمه او الاستغراب. وبعدها بطلنا الهادي العاقل بيقول له بكل برود ما تخافش، ده مستحيل يحصل معايا، ومراتي اساسا بتحب قصص الرعب والموضوع هيبسطها. بعدها نروح لمشهد امه وابنها بيفطروا واللي هم يبقوا عيله البطل. بنشوف الابن الصغير بتاعهم واقف قدام مرايه الحمام وبيكلم صباعه اكنه انسان كامل، بيكلمه بيقول له انت ليه مش عاوز تروح الفندق؟ فالواد الصغير بعدها بيشوف رؤيه في باب الاسانسير اللي موجود في الفندق، والدم بيغرق المكان، وبيشوف بنتين توأم واقفين في الطرقه. فالواد بيترعب لحد ما بيغمى عليه. امه على طول جري بتاخده للدكتوره، واللي الدكتوره بتقول لها ان ابنك ما عندوش اي مشاكل عضويه، وبتعرف موضوع صديقه الوهمي. الدكتوره بتقول لها صديقه الوهمي دوت ابتدى ان هو يظهر من امتى؟ فالام بتقول لها بعد تعرضه لاصابه في ايده. فالدكتوره بتقول لها اتصاب ازاي؟ الام في الاول بتتردد لحد ما بتقول لها ان ابوه كان في مره تقل في الشرب وداني وقع الورق بتاع ابوه، فابوه قام ماسكه ضربه، بس بعدها حلف ان هو مش هيعمل كده تاني وان هو هيبطل يشرب. خد بالك قوي معايا هنا في الكلام دوت وافتكره كويس. فتوصل العيله بتاعتنا كلها للفندق، والمدير بياخدهم في جوله في المكان وبيقول لهم ان الفندق دوت مبني على مقبره للهنود الحمر، لحد ما بيوصل عمنا الزنج دوت اللي بيشتغل شيف في الفندق. بيروح مع الام علشان يوريها المطبخ، هل دي مثلا رمزيه لحاجه ولا حاجه؟ بيوريها مكان كل حاجه في المطبخ والاكل، لحد ما الام بتقول له انت عمال تقول لي ابني داك داك، انت إيه اللي عرفك بالاسم دوت؟ احنا بس اللي نعرفه. فبيقول لها يبقى اكيد سمعتك كنت بتنادي بيه. فبتقول له بس انا متاكده ان انا ما قلتلوش الاسم دوت في الفندق. فعمو الزنجي على طول بيتوه في الكلام وبيكمل شرح للمكان. بنشوف الطفل وهو باصص لعمو الزنجي وهو مندهش في صدمه، لمره واحده عمو الزنجي بيبص له بصه غريبه وبيقول له من غير ما يتكلم او يفتح بقه ايه رايك اجيب لك ايس كريم؟ ننتقل لمشهد عمو الزنجي والطفل وهم قاعدين لوحدهم. بيقول له انت عارف انا عرفت منين ان اسمك داك؟ الواد بيفضل ساكت. بيقول له انت عارف انا بتكلم عن ايه؟ وبرضه الواد بيفضل ساكت. بيقول له وانا صغير انا وجدتي كنا بنقعد نتكلم بالساعات من غير ما حد فينا يفتح بقه، وديت قدره اسمها التألق. وبيبدا ان هو يساله عن قدرته، لكن برضه الواد مش راضي ان هو يفتح بقه. بيقول له انت ليه مش عاوز تتكلم عن قدرتك؟ فبيقول له توني هو اللي قال لي اعمل كده. عمو الزنجي بيقول له طب توني دوت بيعمل لك ايه؟ فبيقول له بيوريني حاجات. بيقول له طب بيوريك حاجات زي ايه؟ فبيقول له بيوريني رؤيا اكني بغرق في حلم. بيقول له طب ما وريكش اي حاجه بخصوص الفندق؟ فالواد هنا بيقول له لا. بعدها الطفل بيبدا ان هو اللي يساله، بيقول لعمو الزنجي هل انت خايف من حاجه في الفندق؟ هل في حاجه سيئه في الفندق؟ بتوتر وبيقول له بص في احداث حصلت في الماضي ولكنها بتسيب اثار، بس ما حدش بيقدر ان هو يشوفها غيرنا احنا اللي عندنا قدره التألق. بعدها الواد بيساله انت خايف من الغرفه 237؟ الزنجي بيقول له لا. بيقول له طب ايه اللي موجود فيها؟ بيرد عليه بيقول له ما فيش حاجه موجوده فيها وخليك بعيد عنها، اياك تقرب لها. لا واضح جدا ان ما فيش فيها اي حاجه، انت يعني كداب فاشل بامانه. بعد مرور شهر نروح لجاك وزوجته وهما بيفطروا على السرير، وجاك بيقول لها انا حاسس ان انا كنت في المكان دوت قبل كده وحافظ كل ركن فيه. نروح لمشهد مع الابن وهو راكب العجله بتاعته والكاميرا ماشيه وراه لحد ما بيعدي على الغرفه اللي عمو الزنجي حذره منها، الغرفه 237. الفضول بيتملكه، بينزل من العجله وبيقرب من الاوضه، بيمسك الاكره وبعدها بيشوف البنتين التوأم تاني اللي شافهم قبل كده، بيحط على طول ديله في اسنانه وبيركب العجله ويطلع يجري باقصى سرعه. نروح على طول لبطلنا وهو بيكتب على الاله الكاتبه. اول ما مراته بتدخل عليه بيقطع الورقه اللي كتبها بسرعه وبيخبيها. مراته بتقول له الاخبار بتقول ان التلج هينزل النهارده. فبيقول لها طب وانا مالي، اعمل له انا ايه يعني؟ فبتقول له روق كده يعني وما تقفش. فبيزعق لها وبيقول لها لما ابقى بشتغل تاني ما تقاطعنيش واطلعي يلا بره. بعدها نروح للام وابنها وهم بيلعبوا بره في التلج، وبطلنا باصص عليهم نظره كلها شر. يا اخي يخرب بيت الرعب. نروح مع الابن وهو راكب العجله وماشي بيها في الطرقه. بعدها بيظهر البنتين التوأم تاني. يا دي انت لو تنزل من العجله ديت المشاكل كلها هتتحل. لكن المره دي البنتين بيتكلموا وبيقولوا له تعالى العب معانا يا داني. بعدها بيشوفهم هم مقتولين وغرقانين في الدم على الارض وفي فاس موجود جنبهم. بعدها نروح لمشهد للام وهي قاعده مع ابنها بيتفرجوا على التلفزيون، ولحظه واحده تلفزيون ايه اللي مفيش فيه ولا سلك واحنا في الثمانينات. الطفل بعدها بيطلع علشان يجيب لعبته من اوضه ابوه، بيتسحب علشان هو المفروض نايم دلوقتي. بيبص على ابوه بيلاقيه صاحي قاعد على السرير، شكله بقى عامل زي المتشردين او حد ما نامش بقاله سنه، لدرجه الواد بيساله بيقول له انت تعبان
يا حاج ولا ايه؟ فبيقول له لا يا حبيبي، ده ارهاق من الشغل يعني مش اكتر. بعدها الطفل بيقول له انت مش هتاذيني انا وماما صح؟ تعابير بطلنا بتتغير وبيقول له انت امك هي اللي قالت لك الكلام دوت؟ بيقول له لا. بيقول له انت متاكد؟ قال له اه. قال له لا يا حبيبي، انت اكتر حد بحبه في الدنيا ومستحيل ان انا اذيك. امال بننتقل لمشهد للابن وهو بيلعب في الطرقه لما بتتحذف عليه كره بيسبول. بيبص مش بيلاقي اي حد، بيمشي لحد ما بيوصل للغرفه 237 اللي بيلاقيها مفتوحه وبيدخلها. نروح للام اللي بتطمن على مولدات الكهرباء وبتسمع صوت زعيق جامد جدا. بتروح بسرعه علشان تشوف في ايه. تلاقي جاك نايم على المكتب وبيحلم بكابوس. بتصحيه بسرعه، يبدا ان هو يعيط مش قادر ان هو ياخد نفسه. بيقول لها ان هو حلم ان هو قتلها هي وداني. بنلاقي داني بعدها بيقرب منهم وهدومه مقطعه. الام بتقرب منه وبتلاقيه متعور في رقبته. بتبص لجاك لانها بتظن ان هو اللي عمل كده في ابنه، فبتزعله جامد وبتاخد داني وبتطلع لفوق. بعدها البطل بتاعنا بيمشي متعصب في المكان، وخد بالك ان كل مره بيقرب فيها من مرايه بينفعل بايده. يا تفاصيلك يا ستانلي كوبريك. لحد ما بيوصل للحانه بتاعه الفندق الفاضيه تماما تماما. وهنا بقى بيبتدي الجنان كله اللي في الفيلم. بيقعد على البار، واول ما بيقول ابيع روحي كلها مقابل كاس واحد، فجاه بيلاقي المكان كله اتملى وفي شخص كمان واقف قدامه وبيصب له كاس كمان. والبطل العاقل بتاعنا برضه ما بيديش اي تعبير عن الاستغراب، وبيكلم النادل كمان وكانه يعرفه من زمان جدا، وبيقول له ان دوت اول كاس اشربه من 5 اشهر. ركز معايا جامد هنا. مراته قالت ان هو بطل يشرب من 3 سنين، وهو هنا بيقول ان هو بطل يشرب من 5 اشهر بس، فمعنى كده ان هو كان بيشرب في السر. بيفضلوا يتكلموا لحد ما الام بتيجي بسرعه جدا وهي خايفه وبتعيط. بتقول له جاك جاك، احنا مش لوحدنا في الفندق، في واحده مجنونه معانا وهي اللي حاولت انها تخنق داني. فبيقول لها انت اتجننت انت كمان ولا ايه؟ نروح بعدها بسرعه لعمه الزنجي وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون، ومره واحده بتبان عليه علامات الصدمه والخوف. حدقه عينه بتوسع جدا جدا. بيقوم بسرعه علشان يمسك التليفون علشان يطمن على العيله اللي موجوده في الفندق. واضح جدا ان هو حس ان في حاجه خطر جدا بدات ان هي تحصل. فالام بتقول لبطلنا احنا لازم نسيب الفندق دوت ونمشي علشان خاطر ابننا داني. بطلنا بيزعق لها وبيقول لها انا اخيرا جات لي الفرصه ان انا اعمل حاجه في حياتي وانت عاوزه تدمري مستقبلي. وبيسيبها ويمشي. عمو الزنجي لسه بيحاول ان هو يوصل ليهم ومش عارف، الخطوط كلها مقطوعه. فبيطلب من بتاع الراديو ان هو يطمن عليهم باللاسلكي، لكن مفيش اي حد بيرد. فبيقرر ان هو يروح لهم بنفسه. واللي بعدها بطلنا بيمشي في الفندق متعصب جدا، لكن بيلاقي سبحان الله حفله معموله في الفندق اللي هو فاضي اصلا ومفيش فيه اي حد، وبرضه بطلنا ما بيديش اي تعبير. ده كمان بيدخل ينبسط في الحفله. يا اسطى بالله عليك دماغك ديت انت عاملها فين؟ في الحفله بتاعت العفاريت ديت في نادل بيوقع عليه العصير، فبياخدوا الحمام علشان ينضفه. فبطلنا بيقول له انت اسمك ايه؟ فبيقول له اسمي جريدي ديلبر جريدي، ودوت هو نفس اسم الشخص اللي كان شغال حارس قبله اللي قتل عيلته وانتحر، فاكر؟ بطلنا العسليه بيقول له انت كنت شغال حارس هنا قبل كده؟ فالراجل بيقول له لا. قال له لا يا عم، انت كنت شغال حارس هنا، حتى بالاماره انت قتلت مراتك وعيالك كلهم وانتحرت بعدها، بس ده من زمان بقى فتلاقيك مش فاكر. ويا الله على كميه الضحك اللي ضحكتها في المشهد دوت. الراجل هنا بيصدمنا كلنا وبيقول له لا يا سيدي، انت هو الحارس، انت اللي كنت دايما الحارس. الحارس بيكمل كلامه وبيقول له خد بالك ابنك بيحاول يدخل متغير من بره في الاحداث بالقدره اللي عنده، والمتغير دوت زنجي. تخيل معاه هنا بقى الموقف. يا جاك انت اللي قدامك دول عفاريت وكل الناس دول عفاريت. طب يا سيدي وايه الرعب في كده؟ جاك في زنجي جه الفندق. النادل بيقول له انت المفروض تقدم مراتك وابنك زي ما انا ما عملت مع بنتي لما سرقت كبريت وحاولت انها تولع في الفندق، ولما مراتي حاولت تمنعني ان انا ادبهم ادبتها هي كمان. وانت تفهم بقى من هنا ان هو خلص عليهم. في نفس الوقت الام قاعده في الفندق عماله تفكر ازاي تسيب الفندق لحد ما بتسمع صوت ابنها وهو عمال يزعق. بتدخل الاوضه عليه بسرعه، بتلاقيه عمال يكرر كلمه واحده ريد رام ريد رام. وركز معاه قوي في الكلمه دي. بتقول له في ايه يا داني مالك؟ بيقول لها انا مش داني انا طوني، داني ما عادش موجود. عمو الزنجي اخيرا بيوصل للمدينه اللي الفندق فيها. نرجع بقى للام اللي قالها بتزيد على ابنها، بتمسك عصايه وبتروح لجاك علشان تعرفوا ان هي هتسيب الفندق، لكنها بتلاقيه مش موجود على المكتب بتاعه. بتبص للصحف الكتير جدا اللي كتبها وهنا بتتصدم. كل الصفح مش مكتوب فيها غير جمله واحده مكرره: عمل كتير، لعب قليل، خلى جاك طفل بليد. بيظهر جاك من وراها وبيقول لها ها عجبك؟ الام بتتوتر جدا وبتبقى مرعوبه. بيقول لها طب انت بتعملي ايه هنا؟ بتتوتر اكتر وبتقول له جاي اتكلم معاك. بيقول لها عن ايه؟ فبتقول له مش فاكره نسيت. بيبدا ان هو يزعق لها ويحاول يضربها وهي عماله ترجع لورا. بيقول لها انت عمرك ما حسيتي بيا ولا مسؤولياتي. بيقرب منها جامد وبيحاول ان هو ياخد العصايه منها، لكنها بتضربه بيها على دماغه وبيغمى عليه. بتشده وتحطه جوه الخزنه وبتحبسه فيها. بعدها بتكون عاوزه ان هي تاخد ابنها ويهربوا باقصى سرعه، لكنه بيقول لها في مفاجاه مستنياكي. بتلاقي ان هو بوظ العربيه واجهزه الراديو اللي موجوده في الفندق. الراجل النادل بيظهر لجاك فجاه وبيحرره من الخزنه. في نفس الوقت عمو الزنجي بيكون قرب جدا جدا من الفندق. نروح للطفل وهو عمال يكرر جمله ريد رام
ريد رام، وبيمسك سكينه في ايده وفي ايده التانيه روج، وبيكتب الكلمه ديت على الباب. امه بتصحى مفزوعه جدا، بتاخد السكينه منه وعينها بتيجي على المرايه، وهنا بتشوف الكلمه معكوسه واللي هي ميردر او جريمه، فبتترعب وبتصوت. بطلنا بياخد الفاس وبيكسر الباب عليهم. الام وابنها بيجروا يستخبوا في الحمام، بتفتح الشباك وتهرب ابنها منه، بس هي ما بتعرفش تعدي. واخيرا الزنج وصل، فالبطل بتاعنا بيتوقف وبيروح علشان يشوف في ايه. الطفل بيدخل الفندق وبيستخبى تحت الترابيزه. الزنج بيدخل الفندق هو كمان، بينده محدش بيرد عليه، ومره واحده من غير اي كلمه جاك بيقتله. حرفيا دوت اكتر شخصيه يوزلس انا شفتها في الدنيا. يعني بعد كل المجهود دوت تيجي عشان تموت. بعدها جاك بيبدا ان هو يطارد ابنه لحد ما بيدخلوا المتاهه، بيفضل يجري وراه في المتاهه اللي ملهاش اول من اخر. والام بتجري في الفندق وعماله تشوف حاجات غريبه فشخ، لحد ما بيتمكن داني ان هو يخرج من المتاهه ويقابل امه ويركبوا عربيه عمه الزنجي ويهربوا. وبطلنا بيفضل محبوس جوه المتاهه لحد ما بيموت متجمد. تعالى بقى مع بعض كده وبالراحه نوضح كل حاجه. الفندق الشرير دوت بسبب المقبره اللي هو مبني عليها من جثث الهنود الحمر اللي امريكا دايما كانت بتحاول ان هي تبيدهم، فالجثث ديت ما ماتتش بسلام بسبب الظلم والاضطهاد اللي هم اتعرضوا ليه. نروح بقى لتوني اللي داني دايما كان بيكلمه. بص، هي ما اتشرحتش في الفيلم، بس انا لما بحثت عنها في الروايه عرفت ان دوت النسخه المستقبليه من داني، كانت بتتواصل معاه وتحذره من الفندق. نتكلم بقى عن الراجل اللي قتل مراته وبناته لما بنته حاولت انها تولع في الفندق، وده غالبا بسبب ان في دوره من الشر كل شويه بتتكرر، والحارس بيكون عنده قدره التالق، وعلشان كده الفندق بيسيطر عليه. وبنته كمان زي داني كده عندها القدره ديت، فهي غالبا القدره ديت بتتورث. فلما بنته حست بخطر وشر الفندق حاولت ان هي تولع فيه، زي ما داني كده كان حاسس بالشر بتاع الفندق. المتاهه بقى اللي في الاخر وموت جاك ده رمز ان الشر لو سمحت له ان هو يتمكن منك هيستنزفك لاخر قطره. الصوره بقى اللي في الاخر دي صوره من زمان جدا، واللي فيها دوت مش جاك، وده معناه ان جاك بيتم اعاده تجسيده في دوره متكرره. علشان كده قال ان هو حاسس ان هو عارف كل ركن من اركان الفندق. لو انت ركزت جامد في الصوره، انا الصراحه اول مره اخد بالي منها، هتشبه على شخص كده انت عارفه اللي هو عمنا النمساوي، كتلميح من الكاتب ان دوت شخص شرير جدا يعني. وانا استنتجت كده نتيجه ان الكاتب لمح في لقطات كتيره جدا للرقم 42، ودوت تكمله ل 1942 اللي هو السنه اللي حصل فيها الهولوكوست. وهو الفيلم لحد كبير يعني عامل اسقاط على الحته ديت، حته الهنود الحمر وحته الهولوكوست. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش بقى الشير واللايك والسبسكرايب، وتشاركني برايك في الكومنتس. وبس كده، الى اللقاء.